بص بتعملوا انتوا حاجات بالاسنان فظيعه. شفت يعني اروح اعمل شيفتنج للسنان. ما احنا بنتكلم لغتنا بقى خلاص. فهي شايف اللثه متحضره ان هي تستقبل الطربوش في المكان الجديد بتاعه. حلو قوي. ده اللي احنا عملناه عن طريق الديزاين. تصدق انا ما فهمتش الحته دي الا دلوقتي. يعني حته اللي انت جهزت اللثه انا عمال افكر، طب انت جهزت اللثه ليه التكييس ده كله وتعبت فيها ده كله ليه؟ عشان تستقبل الطربوش بالشكل الجديد. ايوه بالظبط، ما هو ده بقى بقول لك عليه التخطيط بالاشعه المقطعيه. حلو. ثم بعد كده بالميكروسكوب تنفيذ. ما هو الكمبيوتر مش هيشتغل لوحده. الكمبيوتر مش هيعمل لي بروبوزال حلو لوحده. انا لازم اجهز له واخطط له واظبط له الدنيا. انت فاهمني؟ يعني زي ما بقول لك دايما ات از ذا مان بيهايند ذا ماشين، ات از نوت ذا ماشين. دي الماشين بقى. دي بقى الماشين اللي بتخرط الديزاين اللي محمد عمله. يبتدي عامله ايه ده؟ سيرك ايه ده؟ ده السارك بيبتدي يعمل لنا يخرط البلوك علشان خاطر يعمل لنا التو كافرز. انت عملته نمبر كام ده؟ شفت انا بقيت ما هو دي بقى الفكره ان احنا يمكن هنجيب بقى الحته دي دلوقتي، ان انا الكمبيوتر بيطلع لي كلر. انا بقى في الحاله دي انا عايز امامك او اماثل اللون اللي موجود فوقها. وعشان كده بسالك. ايوه ما انا بسالك ليه؟ لان انا عارف انت مش هتعمل لون بتاعك، انت بتعمل لون هو لون سنانها. لون سنانها. فببتدي اخد اللون ده بقى واحطه في بقها الكافر ده، وابتدي اقعد الون فيه بالفرشه عشان ازود الرطوش. هنا في حته بيضه، هنا في حته صفراء، هنا في مش عارف ايه الكلام ده كله. يمكن هنشوفه دلوقتي. ابتدي ناخد الكافر ده واحطه على السنه وابتدي الون، امسك الفرشه واقعد الون الكافر. اللون اللي هتعمله ده لون ثابت وبيخش الفرن تاني بقى بعد ما بلونه بيدخل الفرن. انت بتحطه جنب السنان عشان يبقى زيه بالظبط. وابتدي اكنك، ما هي اتس ارت بقى يا دكتور ايمن. يعني انت بتقعد بقى تفنن ايه اللي انا هعمله دلوقتي، ايه اللي انا المفروض، لا هنا في حته مش عارف ايه، لا انا عملنا الشيب والبيزك كلر من الكمبيوتر. وبعدين بقى الكاركترايزيشن بقى اللي هو انا عندي هنا في حته شرطه بيضه، هنا في حته لونها بني، هنا في مش عارف ايه. انا ما هو بقى في فرق ما بين ان انت تجيب حاله انت عايز تعمل لها اكستريم ميك اوفر تغير لون السنان كله، وفي فرق بين ان انت بتعمل سنتين بس وسط 16 سنه اللي باينين في الضحكه. هم دول اللي انا عايز اخليها زيهم واخليها نفس اليونيفورميتي. ما دي الحرفنه. مش الحرفنه مش ان انت تقول للعيان لا انا لازم اعمل لك كله عشان اعرف اظبط لك اللون. لا انا هحط سنتين اتنين بس، والسنتين دول مش هيبانوا. حلو قوي. مش محتاج ان هم يبانوا. كده وفرت على العيان وقت ووفرت عليه فلوس. بالظبط. لا تكلفه يعني. احنا كده التكلفه قلت كتير. بالظبط. تمام. فبنيجي نبتدي الون. هنا بقى بقوم ماسك الفرشه اهو وابتدي احط البتاع وابتدي الون. انا عندي هنا شرطه حته بيضه من تحت، ابتدي ازود هنا حته بيضه من تحت. هبتدي هنا في حته بني من فوق، هبتدي احط حته بني من فوق. لا الحته دي في بص دي ذيس ان ارت. انت بتقعد بقى ترسم بالظبط شكل السنه زي السنه اللي جنبها. وشايف شكل اللثه لما غيرنا الاتجاه. عارف انا اول مره في حياتي اتخيل ان انت عندكم فرشه بتاع التلوين. لا 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 والله العظيم اتس ان ارت. ما هو ده يعني دي من ضمن الادوات الطبيه الموجوده عند دكتور السنان. طبعا الفرشه دي طبعا اللي يروح ما لاقيش فرشه زي دي عند دكتور سنان يبقى يقول وابتدي الزق بعد كده البتاع. ابتدي بقى الزق الكفرز بتاعتي زي ما الكتاب بيقول بقى. يعني شايف الكونكشن ما بين اللثه وما بين الريستوريشن او ما بين الغطاء التجميلي مهمه جدا. ليه؟ هي معموله بالميكروسكوب ومتحضره 100% ومخروطه بالكمبيوتر ومتحضره 100%. ده اللي الناس تقول عليه ليزر. ده مش ليزر بقى، ده بتاع اللزق. ده اللي بينشف الحشوات. انت فاهمني؟ ده بينشف بس، بينشف ماده اللزق بتاعه الريستوريشن. بس بينور. شايف بقى، شايف انا الترانسلوسنس شفت في البتاع اللي فاتت. درجه الشفافيه بتاعت السنان زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف. حلو قوي الصوره اللي فاتت. درجه الشفافيه يعني انا لما بحط اللايت الشفافيه بتاعت السنه الطبيعيه زي الشفافيه بتاعت السنان المحطوطه. دي مهمه قوي جدا، لان في الشمس في ناس كتيره جدا في الوقت العادي في الشمس بتبان قوي. وفي الجامعه تبان بقى مور وايت. في الجامعه، ما هي واقفه في الجامعه في الكافيتيريا هتلاقي باينه وهيلاقي واللي هيعدي هيحس ان في حاجه غلط. بالظبط. فمهم قوي. يعني شايف المنظر، شايف دي حقيقيه واللي جنبيها اللي انا عاملها. شايف هل في فرق في الشفافيه؟ مفيش اطلاقا. هما الاثنين نفس درجه الشفافيه. عشان بقيه الصوره بقيه اللون بقيه الاضاءه انت ثبته ليه؟ هما كملوا الفيديو عادي. هما الاثنين بالظبط نفس درجه الشفافيه. ايوه، ما هو لما بقى مقرر عليها كلها ولما من غير لايتس، يعني كل الديفرنت لايتس از ذا سيم كلر. انا ما عنديش اي اختلاف في الكلر. انا مش عارف مين فيهم اللي متركب ومين فيهم اللي على الشمال هي اللي متركبه، مش كده؟ ايوه بالظبط. والكونكشن او الفرق. يعني انا ممكن بحط البروب ده علشان اشوف ايه. مفيش اي فرق
ما بين الريستوريشن واللثه. ليه؟ لانها معموله بالميكروسكوب ومتقفل عليها بالكمبيوتر. انت فاهمني؟ فده مفيش التهاب في اللثه يحصل. تعامل الجسم مع الحشوه او الطربوش او الغطاء التجميلي زي السنه الطبيعيه. فده اللونجيتيفيتي بتاعت الحاجه او الاستمراريه بتاعتها. واحنا ماشيين كده ما تنسوش انه الفراغ راح. ايوه على فكره احنا عمالين نتكلم يعني الشكل الاساسي اللي هي جايه بيه الكومبلين، احنا دخلنا في تفاصيل ثانيه هي مش هتفهمها بالظبط، اللي هي اللثه وتجهيزها هي ما جاتش تقول لك انا عندي مشكله في اللثه ولازم لا ده الكلام ده كله الناس مش تعرف. بس ده الجهد اللي بيتعمل. لكن في النهايه اللي هي طالعه بيه ان الفراغ اللي كان بين السنتين ما عادش موجود. تعال نشوف بقى هي تقول ايه. هنشوف ايه يعني هي احساسها ايه. ده كله تم في قد ايه وقت؟ في جلسه واحده. اخيرا خلصت السنتين اللي قدام ومش متوقعه ان هم يكون شكلهم حلو كده. انا حتى ببص على نفسي في المرايه ازاي يعني اسناني تبقى بالظبط زي مش عارفه افرق انهي اسنان بالظبط بتاعتي وانهي اسنان اللي معموله، غير ان انا خلاص هعمل ناب ومش خايفه خالص ان اعمله ومتاكده ان هو هيطلع شكله حلو وهيكمل بقيه سناني. ودلوقتي طبعا بقيت اقدر اخد سيلفي براحتي. كل القصه دي عشان السيلفي يا اسراء. احنا تعبين ومخلفين يخرب بيت السيلفي اللي جت. بص انا الوحيد اللي ما خدتش سيلفي ليه لغايه دلوقتي. انا عمري ما خدت. انا جيت اخده مره لقيت ان انا وشي ورا الكاميرا. نفسي اعرف بياخدوه ازاي. بس جميل قوي. هو دلوقتي في حاجه غير السيلفي طالعه بس مش عارف اسمها ايه. شكلها اختلف خالص. شكلها كان طفولي انقلب الى انثوي. قد ايه الفرق كان. انا ما خدتش بالي. انا عايز اشوف صوره اسراء في الاول وبعدين صوره بس حطوا صورتين جنب بعض عشان نلاحظ الفرق في الشكل. يعني ده مهم قوي. بالظبط. هي الحقيقه كمان الفكره زي ما انت شفت كده وانت عارف طبعا ان هو تخطيط. احنا عملنا الاشعه المقطعيه، خططنا بالاشعه المقطعيه، عملنا بعد كده التحضير والديزاين والخطه العلاجيه، كل ده قسناه على الاشعه المقطعيه. حضرنا بالميكروسكوب وقد ايه شفت الموضوع از فيري ديليكت واز فيري بريسايز بالميكروسكوب، وازاي انا بتعامل مع اللثه ومع السنه بشكل قريب جدا من اللثه بدون اي مشاكل وبدون ملمس اللثه وبدون ما اللثه يحصل لها اي التهاب. وبعدين بعد كده ازاي ان احنا بندايزن اللي عجبتك دي على الكمبيوتر بندايزن وبنشفت وبنخطط للكمبيوتر بالاشعه المقطعيه وبننفذ له بالميكروسكوب. الكمبيوتر يجي ينزل الخطه بتاعته او البروبوزل بتاعه اللي المفروض ينزله، ينزل فيري فاين وفيري هاي كواليتي. وبعدين في الاخر التلوين وازاي ان هو اتس ان ارت. عجبني قوي شويه عجبني قوي. ات از ان ارت. هو فعلا انا بحييك على هذا العمل الجهد الجميل جدا جدا اللي في الاخر مكن اسراء انها تاخد صوره سيلفي بشكل رائع جدا جدا. واحنا في مره هنبقى ناخد صوره سيلفي. اشمعنى احنا يعني؟ هو الدكاتره ما لهمش نفس ولا ايه؟ انت نورتنا النهارده وانا مبسوط قوي قوي من الحاله النهارده جدا لانه فيها ابتكار. والحلقه دي بالذات لازم تشاف كتير لانه هي تبان قوي ان انا عملت سنه يعني قفلت الفراغ، لكن ده خد جهد كبير. ده قفل الفراغ ده له حسابات. ده اللثه نفسها لازم تتحول. ده عشان اقفل لان لما دي هتيجي كده شويه لا ده لازم اللثه كلها تترحل. تترحل حلوه تترحل دي تشفت. كل الشكر والتقدير لزيارتك لينا النهارده وللشغل الجميل اللي احنا شفناه النهارده. بقى طبعا جميل قوي. اتز ان ارت. ده اللي الدكتور شادي قاله وفعلا هو ارت رائع جدا. بس ارت وراه علم يعني. اي ارت وراه علم هيبقى ارت حقيقي، لكن اي حاجه مش وراها علم وراها كده يعني كوليشن كان زي ما بيقولوا هتبقى هنتريش محلق في السماء اكيد. كل الشكر والتقدير لضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استاذ استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس وماجستير علاج الجذور بجامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. احنا هنشفت شويه وهنرجع تاني بس خليكم مع الدكتور. اوعوا تروحوا في اي حته ثانيه.